ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. الفترة اللي فاتت دي كان معظمها بلاد الفاتحة، فانا قلت المرة دي نغير ونعمل الفلتر الغامق اللي انت شايفه قدامك ده. تعال بقى نخش على الاعداد على طول عشان في باسورد في الفيديو. تمام، الباسورد هقوله على مرتين، اول فيديو مرة في اخر الفيديو او على حسب بقى، عشان المشاهدات اللي فاتت كانت قليلة بسبب حاجة واحدة بس، بسبب الواتش تايم. الواتش تايم ده هو ايه؟ هو مدة مشاهدة الناس للفيديو، فالحوار ده بيقلل في المشاهدات. لما انت تخش تشوف ثانية او ثانيتين وتحمل فلتر كده انت بتضرني، فاهمني؟ فانا عامل باسورد بس عشان كده مش اكتر، فيا رب تفهمني ويلا بينا نبدأ الفلتر. عندك هنا في اللايت الاكسبوجر 40، واول رقمين في الباسورد برضو 40. تمام، والكونتراست 12، والهايلايتس -100. تمام، الكونتراست -12 والهايلايتس -100، والشادو -12 والوايت -55 والبلاك 4. تمام، طبعا انت عارف ان انا في الفلاتر الغامقه بحب ان انا اقلل الوايت والهايلايت برضه، بحب ان انا اقلل الاتنين دول على قد ما اقدر عشان الصوره ما تبصش مني برضه. تعالى بقى اقول لك على حاجه ممكن تحصل معاك ساعه لما تيجي تشوف الفلتر او كده. ممكن الفلتر يبقى كده، ما الكيرف يكون كده. تمام، ممكن تلاقي التأثير كده، فانت كل اللي هتعمله ان انت هترجع الكيرف العكس. يعني مثلا هيكون الكيرف هنا وبرضه بهتة، كل اللي هتعمله ان انت هتجيب الكيرف كده. تمام، طبعا هي هتبوظ مع الصورة دي لان الصورة دي مظبوطة اصلا. فده تأثير الالوان وتأثير الكونتراست والحاجات دي كلها. فانت تصلح الصورة ازاي؟ تمام، طبعا لو انت عايز تفتح مثلا البشرة شوية او كده، عندك في الكيرف هنا النقطة دي رفعت كده شوية هتلاقي البشرة بقت فاتحة شوية. لو نزلت هتلاقي البشرة تأثير عليها اكتر، يعني التأثير على البشرة اكتر من اي مكان تاني. تمام، تالت رقم في الباسورد 1. لسه في رقم، فكمل الفيديو بقى لحد الاخر وبعد كده انزل حمل فلتر. فلو بشرتك سمراء او كده فانا انصحك ان انت ترفع النقطة دي كده شوية فتفتح معاك جامد. فشوف بقى الفلتر هيبقى معاك ازاي واتعامل على حسب صورتك، ما تعملش على حسب الاداة اللي انا عاملها لك. تمام تمام، اخر رقم في الباسورد 1 برضه. وبس كده، يا رب كنتش زعلان عشان انا بدأت ان اعمل باسوردات تاني بس غصب عني، فما تزعلش مني في الحتة دي، واسف مرة تانية على الباسورد. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.